خلينا نسأل سؤال للمناقشة. نطرح سؤال كده للناس اللي هم ايه من رواد الساحل الشمالي او بيحبوا الساحل الشمالي او بيروحوا يصيفوا في الساحل وبينزلوا وبيقابلوا بعض في ماستر وبيعيشوا الحالة بتاعت الساحل الشمالي دي من زمان. ايه ارقى قرية سياحية موجودة في الساحل الشمالي؟ مراسي؟ لا. هاسيندا؟ لا. سيشل؟ لا. هاسيندا الندى؟ يعني تمام، ولكن هي مش الأرقى. أرقى قرية سياحية موجودة في الساحل الشمالي هي المظة باي؟ لا برضه، هي دبلو. دبلو سيدي عبد الرحمن دي أرقى قرية سياحية موجودة، بناسها، بخدماتها، بالفاسيلتيز بتاعتها، بصيانتها، بكل حاجة. قرية جامدة جدا جدا جدا. يليها على طول هاسيندا الندى. انا جاي اكلمك النهارده عن مؤسس هاسيندا الندى والمشروع اللي بيقدمه في الساحل الشمالي وبيطرحه وبينافس بيه كبار المطورين اللي موجودين في الدولة المصرية، وبينافس بيه وقادر ينافس بيه رؤوس اموال العالم كله اللي اتجمعت في الساحل الشمالي، وستيل بيقول هندسيا انا افضل، ماستر بلان انا الافضل، فكرة المشروع انا الافضل، والموقع انا الافضل، هو مرسى باغوش. مرسى باغوش انا قررت ان انا اتكلم عنه لان هو بدا يغير من الفكر الاوبريشن بتاعه، فكر التشغيل بتاعه الى حد كبير. بمعنى بمعنى ان كان زمان صعب جدا 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 ان حد يعدي من السلكشن بتاعه. طب هو تخلى عن السلكشن؟ لا، هو ما تخلاش عن السلكشن، بس خلى الشروط بتاعت السلكشن مش اجريسيف. دي نقطة مهمة جدا جدا لازم تتحط في الحسبان. طب لو انت بصيت على المشروع، المشروع خطير يا جماعة، خطير. انت تخيل معايا هو عبارة عن 6 لاجونز عملاقة. كل لاجون انت تخيل نفسك معايا كده ان انت واقف في على اللاجون ده. فوقيك ب 2 متر في صف فيلات، فوق الفيلات ب 3 متر صف تاون هاوسز، فوق التاون هاوسز ب 3 متر الشاليهات. انت متخيل الشكل المعماري اللي انت موجود فيه؟ حواليك بالكامل كده داير ما يدور كده. الفيو بتاعك انت بقى كانسان على اللاجون عامل ازاي؟ انت سيبك من فيو الشاليه، كده 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 فيو الشاليه جامد، لكن انت تخيل الشكل المعماري اللي انت موجود فيه، التدريج، الليفلز دي بشكل المباني والاشجار النادره اللي هو بيستخدمها، وانت على اللاجون. الفيو بتاعك انت والاكسبيرينس بتاعتك وتجربتك انت محدش غيرك في الساحل هيعملها او هيكتسبها او هيستفيد بيها. فالفكره بتاعت المشروع في حد ذاتها في الشكل المعماري، فكره ان هو عاوج اللاجونز بشكل معين، وفتحه اللاجونز والمباني بشكل معين علشان الهواء، الرياح مع الشمال الغربي، عامل ايه؟ قصه جامده جدا. 340 فدان، 1600 وحده. ده مفيش خالص، ده مفيش. ده في ناس ممكن تحس بالملل من كتر الخصوصيه والرفاهيه اللي هتبقى موجوده. الشط بتاعه هو نفس شط هاسيندا اللي الناس كلها بتتكلم عنه، وانا نفسي اتكلمت عنه وقلت افضل شط موجود في البحر المتوسط. لا، انا بقول لحضرتك شط مرسى باغوش افضل. هو نفس الشط على طول، بس هو افضل نظرا ان هو ستريت، ما فيهوش مشاكل او ما فيهوش حوارات. هو افضل لطبيعته ولطبيعه الميه اللي موجوده فيه. حاجه يعني ما فيها. ده المشروع اللي نقول عليه ما فيهوش غلطه. التجربه اللي عملها شهاب مظهر في حنيش فيليج وبيطبقها دلوقتي في مرسى باغوش، تستحق انك انت تبص لها. والاهم من ده الكاتيجوري بقى بتاعه، الكاتيجوري بتاعه بقى في الخدمات اللي مقدمها. ساتشي موجود انديامو موجود. يعني الاسماء دي كانت زمان مثلا بتتحط او موجوده في اب تاون كايرو، موجوده في ارقى كومباوند موجود في الدوله المصريه، موجوده في الساحل الشمالي على الشط يستفيد بها الناس وملاك المشروع. الفكرة الحقيقية في المشروع ده سعره الحالي. المشروع ده بيتصنف A بلس 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 بلس، يعني بيروح تقدر تقول لي مثلا والله أزهى ولا مرسى باغوش ولا رملة ولا مدن ولا المشروع بتاع المازا باي. فمرسى باغوش محطوط في الحتة دي وهو في النص من الحتة دي،
وتقدر تبص على اسعار الكاتيجوري ده، هتلاقي الغرفتين 16 ازهى، وانت طالع بقى لحد 32 مليون. هو بيقول لك الشاليه غرفتين عندي ب 12900. يا نهار ابيض يا جماعه على الرقم، انا سمعته والله في الاورينتيشن، انا ما صدقتش. 12900 على 8 سنين و9 سنين، منهم في حاجات استلام سنتين وحاجات 3 سنين وحاجات 4 سنين. فدي فرصه لا تعوض، فرصه لا تعوض في الساحل الشمالي. كاتيجوري والتجربه اللي عملها شهاب مظهر في هاسيندات، وخاصه هاسيندا الندى، بيطبقها بحذافيرها وبجمال بقى شط وبشكل هندسي رائع في مرسى باغوش. المشروع اللي كان لو اتعرض عليا قبل 3 سنين من دلوقتي وانا بشتري في الساحل، كان مستحيل اشتري في مكان تاني غير المشروع ده وغير مرسى باغوش. لو محتاج تعرف وتشوف الجمال اللي انا شفته وتدوق الجمال اللي انا دقته، وتلحق تاخد حاجه وتمتلك حاجه جوه مرسى باغوش، المشروع الافضل من وجهه نظري والارقى من وجهه نظري والافخم من وجهه نظري في الساحل الشمالي، ارجوك تواصل معايا. شكرا.